حاجات لازم ناخد بالنا منها واحنا بنختار ألوان بيتنا. اختيار ألوان السجاد والستاير بيفرق جدا في شكل البيت، فمن الأفضل إن احنا نختار ألوان محايدة للسجاد وللستاير، زي مثلا اللون البيج والأوف وايت والرمادي، عشان لو حبينا نغير أو نجدد من بيتنا ما نكونش مقيدين بألوان معينة ما نعرفش نخرج عنها. الألوان المحايدة دي هتخلي عندنا مساحة للتجديد والتغيير من وقت للتاني بقطع بسيطة ومش مكلفة، زي مثلا الكوشنز والرنرات وقطع الديكور أو الديكورات. القطع البسيطة دي لو غيرنا منها من وقت للتاني هنحس بالتجديد، وهتكون مش مكلفة بالنسبة لنا. لو غيرنا أو جددنا بالقطع البسيطة دي من وقت للتاني هنحس ان احنا غيرنا في ستايل بيتنا أو غيرنا في ألوان البيت. لو خدنا بالنا من اننا نختار ألوان أساسيات البيت بألوان محايدة زي أساس البيت أو لون دهان الحوائط، الحاجات دي بيبقى صعب علينا ان احنا نغيرها